واش كتفيق في الصباح كتشد التليفون مباشره تحس براسك عيان في النهار ديالك وما عندكش طاقه. المشكل ماشي المشكل في العادات الصباحيه اللي اليوم غادي نعطيك 6 ديال العادات اللي غادي تطبقهم وغادي يطلعوا لك من التركيز ديالك في النهار وغادي يعطيوك طاقه والنهار كامل غادي يتغير. معكم قناه باور بودي اوف مايند، قناه اللي كتساعدك باش تطور من عقلك ومن الجسم ديالك ومن الاداء ديالك. وهذا الفيديو ممكن يكون من اكثر الفيديوهات اللي غادي تاثر على حياتك اليوميه، حيت غادي نعطيك اقوى 6 ديال العادات يوميه مدعومه بالعلم وبسيطه وتقدر في اليوم ديالك. اول عاده والعاده رقم 1، شوف في التليفون مباشره فاش تفيق، حيت ملي كتفيق وكتشوف في التليفون ولا كتسطرولي في انستغرام كتدخل الدماغ ديالك مباشره في واحد الستريس اللي هو يلاه فاق، ما خصوش داك الستريس، وكتفقد السيطره على النهار ديالك كامل. بدل هذا الشيء هذا، خرج للبالكون وتعرض للشمس، خلي الشمس تقيت الجسم ديالك. علاش؟ حيت الضوء ديال الشمس في الصباح كيغير الساعه البيولوجيه ديالك وكيخلي الجسم ديالك يعرف ان النهار بدا. الطاقه ديالك كتبدا تطلع طبيعي. العاده رقم 2، شرب الماء مزيان. الجسم ديالك فاش كتفيق كيكون عيان كيكون ناشف، يعني خاصو الماء. شرب واحد الكاس كبير ديال الماء في الصباح، كيفيق الدماغ وكيسرع الميتابوليزم ديالك وكيزيدك واحد الطاقه اللي غادي تخليك مزيان. والعاده الثالثه، ما تشربش القهوه مباشره فاش تفيق. اغلبيه ديال الناس كيشربوا قهوه مباشره فاش يلاه كيف، وهذا خاطئ. على الاقل واحد 90 دقيقة حتى لساعتين، حيت الجسم ديالك كينتج هرمون الطاقة طبيعي. إلا شربتي القهوة مباشرة كتعطل هاد العملية هادي وكيخليك تبدا تعيا دغيا. ولكن إلا شربتي القهوة من مور واحد 90 دقيقة ولا ساعتين غادي تحس بواحد الطاقة اللي غادي تبقى معاك النهار كامل. والعادة الرابعة، الحركة أو الرياضة. ماشي ضروري السبور يكون قوي، ولكن على الأقل تمشى واحد 20 دقيقة، تمارين خفيفة. هاد التمارين هادو يكون فيهم واحد شوية ديال الكارب، كتزيد الطاقة، كتقلل من الخمول ديالك، كتزيد الايز ديالك، كتبقى اكتيف في النهار كامل. والعاده الخامسه وهي السوشيال ميديا. كتستهلك الطاقه ديالك بلا ما تحدد واحد الوقت باش تسطرولي ولا باش تجلس في انستغرام، واحد 40 دقيقه في النهار. وما تستعملش الهاتف ديالك فاش تجي تنعس، حيت الضوء ديال الشاشه كيخرب النوم ديالك وكيأثر على الطاقه ديال الاخر. والعاده السادسه، ما تاكلش وانت كتاكل وانت كتفرج، هادشي كيبوش الدماغ، تيكون الدوبامين عندك طالع وما كتبقاش تستمتع بالاكل ديالك، كتولي كتاكل بزاف بلا ما تحس. ولو ركز على الاكل ديالك، وهاد النتيجه هادي كتخلي الهضم ديالك مزيان والتركيز افضل وما كتجلسش مده وانت كتاكل. هادو هما العادات اللي مزيانين، ولكن هاد العادات هادو الا درتيهم غادي يبقى لك النهار ديالك كامل. انا ما كنقولكش طبقهم كامل، ولكن طب واحد 5% وغادي تشوف الفرق بزاف في النهار ديالك. كان معاكم قناه قوة عقل وبدن. شوف حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.